أهلا بيكم في غوصة جديدة في التفاصيل. رحلة استكشافية النهاردة هتكون عميقة جدا في عالم تنظيم المجتمع والممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية. إحنا هنعتمد على مصادر من محاضرات جامعية وكتاب أكاديمي من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان. الهدف من الجلسة دي إننا نكتشف إزاي الخبراء بيتدخلوا عشان يحلوا مشاكل المجتمع العميقة، ونفهم إن العمل الاجتماعي ده مش مجرد أعمال خيرية عشوائية زي ما كتير متخيلين. لا، ده علم دقيق جدا، له استراتيجيات وتكتيكات ومقاييس نجاح صارمة. يلا نفكك الموضوع ده. خلينا نتخيل سيناريو بيحصل كتير جدا. حي أو منطقة فيها مشكلة كبيرة، ولتكن مثلا تراكم زبالة في الشوارع أو أزمة صرف صحي. أيوة، دي مشاكل بنشوفها كل يوم تقريباً. بالظبط. فتيجي جمعية خيرية بنوايا ممتازة جدا تنزل تنظف الشارع كله في يوم واحد وتوزع مساعدات وتمشي. الناس تفرح ونقول ده نجاح عظيم. بس بعدها ب3 أيام بالظبط الزبالة ترجع تسد الشارع تاني، وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وده لأن النوايا الحسنة لوحدها مش بتصلح مجتمعات. اللي مثير للاهتمام هنا إن العقلية اللي بتدير العمل الاجتماعي الحقيقي مختلفة تماماً عن فكرة الفزعة المؤقتة. صح جدا. يعني أغلب الناس لما بتسمع كلمة أخصائي اجتماعي بيجي في دماغها صورة شخص طيب كده بيسمع مشاكل الناس ويطبطب عليهم أو بيوزع تبرعات. بس المصادر اللي معانا بتكشف لنا إنه أقرب لمهندس معماري. مهندس معماري للمجتمع بالظبط. أيوة، بس بدل ما بيبني عمارات من أسمنت وحديد، هو بيبني وبيرمم هياكل المجتمع نفسه. وده يودينا لأول نقطة في المصادر بتاعتنا. عشان المهندس ده يبني صح، محتاج أساسات. المصادر بتسميها الممارسة المهنية. يعني إيه بقى ممارسة مهنية في السياق ده؟ بص، الممارسة المهنية دي هي جهود، نقدر نقول عليها جهود مهنية بيبذلها المنظم الاجتماعي. الهدف منها إنه يساعد الوحدات الكبرى، الوحدات الكبرى اللي هي إيه؟ اللي هي المنظمات والمجتمعات، مش بس أفراد. بيساعدهم عشان يواجهوا مشكلاتهم ويشبعوا احتياجاتهم. والجهود دي مش عشوائية، دي بتقوم على 3 ركائز أساسية مستحيل الشغل ينجح من غيرهم. حلو قوي. خلينا نفصصهم. إيه هم ال3 ركائز؟ أول ركيزة هي المعارف، ودي منطقية جدا. يعني مستحيل تمارس أي حاجة في الدنيا من غير ما تكون عارفها. مصدر المعارف دي هو العلوم الاجتماعية، النظريات والمعلومات الموثقة. يعني دي الأساس النظري. مظبوط. الركيزة التانية بقى، والمصادر بتأكد إن دي أهم الركائز على الإطلاق، هي المهارات. المهارات أهم من المعارف؟ أيوة، لأن المهارة هي قدرتك على التطبيق. يعني إزاي تستخدم المعرفة دي عشان تحقق الهدف بأقل وقت وجهد وتكلفة. زي مثلا مهارة الاتصال الشخصي، وإزاي تبني ثقة مع الناس في الشارع. طب تصدقي ده بيفكرني بمثال حلو قوي. لو استنتجنا من الكلام ده، المعارف هي الأساس بس المهارات هي الأهم. ده عامل بالظبط زي ما الواحد يقرأ كتاب كامل عن السباحة. عجبني التشبيه ده. يعني الكتاب ده هو المعارف. الواحد ممكن يقرأ فصول عن الطف وحركة الإيدين، بس قراية الكتاب دي مش هتمنعه إنه يغرق لو وقع في المية. الأهم هو النزول للمية ومعرفة العوم فعليا، ودي المهارات. ده حقيقي جدا. بس هنا بقى تيجي الركيزة التالتة اللي بتكمل الصورة، وهي القيم والمبادئ. اللي هي إيه بقى في تشبيه السباحة بتاعنا؟ القيم هي القوانين اللي بتمنعك تغرق غيرك عشان انت تنجو. يا سلام، حلوة دي. شفت ازاي؟ في الخدمة الاجتماعية القيم هي الإطار الأخلاقي، هي اللي بتحدد لك ايه المقبول وايه اللي مش مقبول. يعني مثلا من المبادئ دي احترام كرامة الفرد وحقه في تقرير مصيره والعدالة الاجتماعية. يعني الأخصائي ما ينفعش يروح يفرض حل على الناس حتى لو الحل ده من وجهة نظره صح ومثالي. بالظبط كده، لازم يشركهم، لازم يحترم حقهم في اختيار الحل اللي يناسبهم. ال3 ركائز دول بقى، المعارف والمهارات والقيم، بيتفاعلوا مع أسس علمية تانية زي التفكير النقدي عشان يخلقوا حاجة اسمها التدخل الفعال. طب بمجرد ما نفهم الأساسيات والركائز دي اللي المنظم الاجتماعي واقف عليها، السؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو إزاي بيتحرك على أرض الواقع؟ يعني النزول الفعلي للميدان. وده اللي بنسميه في العلم ده التدخل المهني. والتدخل المهني ده بيعتمد على عمليتين أساسيتين مفيش غنى عنهم: التخطيط والتنفيذ. التخطيط اللي هو وضع الاستراتيجيات، والتنفيذ اللي هو النزول وتطبيقها. أيوة، بس التدخل ده مش شكل واحد. المصادر بتحدد لنا 4 أنواع للتدخل. 4؟ طب خلينا ناخدهم واحدة واحدة عشان منتوش. أول نوع هو التدخل المباشر مع الأشخاص اللي بيعانوا من المشكلة نفسها.
تاني نوع هو التدخل القانوني، وده بيحصل لما نكون محتاجين نعدل قوانين أو تشريعات عشان نحل أزمة. وتالت نوع هو التدخل مع المؤسسات. طب والنوع الرابع؟ الرابع بقى هو التدخل مع سكان المجتمع. ثانية واحدة، هنا بقى الموضوع بيبقى مثير جدا للاهتمام. تدخل مع سكان مجتمع مش بيعانوا من المشكلة مباشرة؟ بالظبط، يعني المشكلة مش عندهم جوه بيتهم، بس بتأثر عليهم. زي إيه مثلا؟ يعني عادة الناس متتدخلش عشان تحل مشكلة غير لو المشكلة دي تخصها شخصيا وخبطت على بابهم. صح، بس خلينا نرجع لمثال الزبالة أو الصرف الصحي. لو في طفح صرف صحي أو كوم زبالة كبير في أول الشارع وإنت ساكن في آخر الشارع، المشكلة مش جوه بيتك، بس الريحة واصلالك والأمراض ممكن تتنقل لأطفالك، فالمجتمع كله متضرر. فهمت. يعني التدخل هنا بيكون لمنع التأثير السلبي عليهم ولأنهم جزء من الحل كمان. مظبوط جدا، والتدخل ده بيمشي في خطوات منظمة. بتبدأ بتحديد المشكلة، ودي ممكن نعرفها من الناس اللي بتعاني منها أو من المسؤولين أو حتى من الناس المتأثرة بيها زي ما قلنا. تمام، حددنا المشكلة. إيه الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها، ودي مهمة جدا وممكن تستغربها شوية، هي طلب المساعدة. طلب المساعدة؟ يعني لازم الناس هي اللي تطلب؟ طب ليه؟ لو ربطنا ده بالصورة الأشمل، التدخل المهني مش فرض سيطرة ولا اقتحام لحياة الناس. لازم المجتمع نفسه يحس إن عنده مشكلة ويكون مستعد يقبل المساعدة. دي عملية تشاركية بامتياز. يعني ما ينفعش أنا كأخصائي أنزل أقول لهم أنا جيت أحل لكم مشاكلكم من غير ما هم يكونوا موافقين ومستعدين يتجاوبوا؟ صح جدا، بنعمل عقد اتفاق وبعدين بنطبق تكتيكات الاستراتيجية وبنعمل حاجة اسمها الإرجاع وصولا للتقييم النهائي للحصيلة النهائية. طب بصي، الأخصائي الاجتماعي ده حط خطة التدخل العظيمة دي وتفاوض وحدد كل حاجة، بس هو في النهاية شخص أو فريق صغير مش هينفذ كل ده لوحده. أكيد لأ، مستحيل. يعني هو محتاج جيش في ظهره عشان يدعمه، وده يفتح لنا الباب للحديث عن القوة الدافعة الحقيقية، المتطوعين والمشاركة المجتمعية. ودي نقطة فاصلة، لأن المتطوعين هم الوقود بتاع أي حركة مجتمعية. بس في المصادر بتاعتنا في تفريق مهم جدا بين حاجتين الناس دايما بتخلط بينهم: اللي هم إيه؟ إدارة الجمعيات الأهلية وإدارة التطوع الأهلي. مش الاتنين واحد؟ يعني الجمعية هي اللي بتشغل المتطوعين؟ هما مرتبطين بس مش واحد. إدارة الجمعيات الأهلية دي المفهوم الأشمل، دي بتشمل الإدارة المالية والقانونية وكل حاجة في الجمعية. لكن إدارة التطوع الأهلي ده هيكل إداري مخصص بس لشؤون المتطوعين، من أول استقطابهم وتوظيفهم وتدريبهم. يعني إدارة التطوع دي زي إدارة الموارد البشرية بس للمتطوعين. طب ليه الاهتمام الكبير قوي كده بالتطوع؟ لأن أهميته متقسمة ل3 جهات أساسية، مش بس الجمعية اللي بتستفيد. أولاً، بالنسبة للمنظمة أو الجمعية، التطوع بيساعدها تستقطب كفاءات عالية وفي نفس الوقت بيقلل التكلفة المالية جداً. ده منطقي جدا. والجهة التانية؟ الجهة التانية هي المجتمع نفسه. التطوع بينشر ثقافة إيجابية، بيفعل فكرة المواطنة وبيدرب الشباب على تحمل المسؤولية والمشاركة. طب والجهة التالتة؟ أكيد المتطوع نفسه. مظبوط، المتطوع بيستفيد تدريب عملي، بتتفتح له فرص متنوعة، والأهم من ده التقدير المعنوي اللي بيحس بيه لما بيعمل تأثير حقيقي. ده كلام عظيم. طيب خلينا ننقل على مصطلح تاني مرتبط بكده، وهو المشاركة المجتمعية. إيه الفرق بينها وبين التطوع؟ المشاركة المجتمعية هي نقدر نقول مجهودات تطوعية إرادية، بس ليها خصائص معينة. هي شعبية، ديمقراطية، وديناميكية. ديناميكية يعني إيه في السياق ده؟ يعني مش منفصلة عن الماضي، دي بتبني على اللي فات وبتمتد للمستقبل، مش مجرد حاجة بتحصل مرة وخلاص. طب المصادر بتقسم المشاركة دي لأنواع، صح؟ لأن الموضوع شكله متشعب. صح، عندنا أنواع وتدخلات كتير. أول نوع هو المشاركة النظامية. اللي هي إزاي؟ دي مشاركة بتتم من خلال مؤسسة أو جمعية وبتكون غير مباشرة. طب خلينا نضرب مثال عشان نوضح الأنواع المعقدة دي. يعني المشاركة النظامية الغير مباشرة دي زي إيه؟ زي إني أتبرع بفلوس لجمعية خيرية وهي اللي تقوم بالعمل؟ بالظبط كده، أنت شاركت بس من خلال نظام وبشكل غير مباشر. في بقى المشاركة الغير نظامية، ودي أكيد العكس. أيوة، دي بتتم بين الأفراد العاديين عشان يحلوا مشكلة مباشرة. زي الجيران لما يلموا فلوس من بعض عشان ينظفوا الشارع أو ينزلوا بإيديهم يشتغلوا. هي
ودي معناها إن شخص واحد بيشارك بالنيابة عن مجموعة، زي مثلا قائد لجمعية أو ممثل لحي. كأنه متحدث باسمهم. بالظبط. وأخيرا المشاركة الغير تمثيلية، ودي مشاركة مفتوحة بصفة شخصية، كل واحد بيمثل نفسه. طب المشاركة دي بتحصل كده فجأة؟ يعني نصحى الصبح نلاقي نفسنا بنشارك؟ لا طبعا، المشاركة المجتمعية دي مش عشوائية أبدا، دي بتمر بمراحل مهمة جدا. بتبدأ بمرحلة تمهيدية، وبعدين مرحلة تخطيطية، وبعدين مرحلة تنفيذية، وأخيرا مرحلة التقويم. وفي المراحل دي بيتم تشكيل لجان في التخطيط ولجان تانية في التنفيذ عشان نضمن إن الشغل ينجح. طب حلو قوي. وصلنا للكلمة السحرية، التقويم. دلوقتي احنا عندنا استراتيجية وعندنا متطوعين شاركوا بأنماط مختلفة ونفذنا التدخل. ازاي بقى؟ ازاي نعرف في النهاية ان كل المجهود ده والموارد دي ما راحتش هباء؟ ده ياخدنا للمحطة الأخيرة والأهم في رأيي، كشف الحساب، التقويم وبناء القدرات. وهنا في مفاهيم صارمة جدا وأهم فخ ممكن أي منظمة تقع فيه: فخ ايه؟ الخلط بين الفاعلية والكفاءة. الفعالية والكفاءة؟ ما هم يبانوا نفس الحاجة. لأ، في فرق شاسع في علم تنظيم المجتمع. الفاعلية أو الإفكتفنس دي مرتبطة بالخدمات والبرامج، يعني هل قدرنا نحقق الأهداف ونشبع الحاجات؟ هل نفذنا اللي قلناه؟ تمام، يعني عملنا الشغلانة. طب والكفاءة؟ الكفاءة أو الإفشنسي دي بقى مرتبطة بالأجهزة والمؤسسات نفسها. الكفاءة بتتعرف بإنها درجة عالية من الفاعلية، يعني هل حققت النتيجة المقصودة طبقاً لمعايير محددة مسبقاً، زي الوقت والتكلفة. طب ثانية واحدة، خليني أسألك سؤال كده. يعني إيه الكفاءة درجة عالية من الفاعلية؟ دي محتاجة استعارة عشان نفهمها. أكيد، اتفضل. لو تخيلنا إننا في سباق جري، سباق طويل، هل الفاعلية هي مجرد عبور خط النهاية؟ يعني أنا دخلت السباق ووصلت لخط النهاية، فكده أنا بقيت فعال. بس الكفاءة بقى هي إني أعبر خط النهاية ده في وقت قياسي وبأقل مجهود يخليني مش قادر أقف على رجلي. ده بيطرح سؤال مهم جدا وتشبيهك في محله. الفاعلية إنك تخلص المهمة، لكن الكفاءة إنك تخلصها بأذكى وأوفر طريقة ممكنة. القاعدة الذهبية هنا إن الكفاءة هي درجة عالية من الفاعلية، مش العكس. المؤسسة ممكن تكون فعالة بس بتصرف فلوس كتير جدا وتضيع وقت، فهنا هي مش كفء. أيوة، التفرقة دي فعلا ممكن تكون السبب في إن مؤسسة تنجح وتكمل ومؤسسة تانية تفلس وتقفل. بالظبط، وده اللي بيحدد نجاح التدخل المهني على المدى الطويل. بس عشان نضمن إن النجاح ده يستمر وإن المجتمع ما يرجعش يقع تاني بعد ما الأخصائي يمشي، لازم نركز على المفهوم الأخير: بناء القدرات. بناء القدرات، بنسمع الكلمة دي كتير، بس معناها العلمي إيه؟ حسب تعريف منظمة الفاو، بناء القدرات هو عملية مستمرة ومخططة لتعزيز قدرة الأشخاص والمنظمات إنهم يديروا شؤونهم بصورة ناجحة. عملية مستمرة، دي أهم كلمة في التعريف. صح جدا. من أهم خصائص بناء القدرات إنها مش بتتوقف عند حد معين، دي عملية مستمرة. يعني أنت مش بتدرب الناس مرة وتقول خلاص أنا بنيت قدراتهم. ده عامل زي اللي بيروح الجيم، مفيش يوم هيبطل فيه تمرين ويقول خلاص أنا بنيت عضلاتي للأبد. لازم يفضل يتدرب. مظبوط. بناء القدرات هو الضمان الوحيد لعدم التراجع بعد انتهاء فترة التدخل المهني. هو ده اللي بيخلي المجتمع يقدر يواجه مشاكله بنفسه بعد كده. طيب خلينا نعمل استعراض سريع كده لكل اللي اكتشفناه من المصادر النهاردة. احنا بدأنا بأن العمل الاجتماعي وتنظيم المجتمع ده مش مجرد نوايا حسنة. بالظبط، ده علم ومعادلة. معادلة بتتكون من معرفة ومهارة وقيم بيتم تطبيقها من خلال تدخل مهني مدروس جدا. التدخل ده بيعتمد على جيش من المتطوعين ومشاركة مجتمعية قوية. وفي الآخر بنقيس كل ده بمدى الكفاءة والفعالية، وبنضمن استمراريته ببناء القدرات. بصي، العلم ده بصراحة مش محصور بس في العمل الاجتماعي، ده ممكن تطبيقه في أي مجال مؤسسي أو حتى في إدارة الشركات. حقيقي، هي طريقة تفكير ونظام إدارة متكامل. بس وإحنا بنختم الجلسة دي في فكرة أخيرة استفزازية شوية بناء على كل اللي قريناه في المصادر، محتاجة الواحد يتأمل فيها. إيه هي الفكرة دي؟ إحنا لسه قايلين إن بناء القدرات ده عملية مستمرة مش بتتوقف أبداً، وفي نفس الوقت المشاكل اللي في الدنيا بتتجدد كل يوم، بتتجدد الزمن وتتغير الظروف. أيوة، صح. فالسؤال هنا،
هل ممكن لأي مجتمع أو منظمة إنها توصل للحظة كده تقول فيها إحنا حققنا النجاح المطلق وخلاص، مش محتاجين نطور نفسنا تاني ولا نتدخل تاني؟ ده سؤال عميق فعلا. يعني هل طبيعة البشر والمجتمعات بتفرض علينا إننا نفضل في حالة تدخل مهني ومشاركة مجتمعية إلى الأبد؟ بالظبط. هل فكرة النجاح النهائي دي مجرد وهم وإحنا محكوم علينا بالتطوير المستمر؟ هنسيب السؤال المفتوح ده لكل حد بيسمعنا يفكر فيه مع نفسه. مجتمعاتنا عاملة زي الكائنات الحية، محتاجة رعاية دايما. شكرا ليكم إنكم شاركتونا الغوصة دي، وخليكم دايما مستعدين تسألوا وتدوروا.